فيديو اليوم هو فيديو سبيسيال، فيديو بنيون تاع الكراميل او القهوه. يجي بزاف بنين كما تعرفوا، احنا كامل نحبوا البنيون. ايماجينيوه بالقهوه او الكراميل، يجي بزاف بنين صراحه. تدو بهذا المول اللي خرج جديد توندونس، يعني اخر ما اصدر من المول تاع السيليكون. واهم شيء انه براتيك، ماشي هادوك اللي يتعبوا. راح نبداو بالغاناش تاع الكراميل. شوفوا هنا ندت كميه كبيره. عندي لا كريم فريش، راح نخليكم كامل المكونات مكتوبين. عندي قهوه سريعه الذوبان، نديرهم يغليو فوق النار. نجيبوا 400 غرام من لاباط غلاسي من عند الوجدان نواغ. انا عندي قلنا 400 غرام. هنا درت كميه كبيره، تقدروا نتوما تنصفوا الكميه، يعني تحبوا نعطيكم المقادير من نصفها خير، على خاطر تقعد لكم. صراحه خرجت لي كميه كبيره. تقدروا ديروا 200 غرام من شوكولا سوداء من الوجدان. بعد واش نروحو نديرو؟ مرمى غلات لا كريم فريش مع القهوه. شوفوا اللون تاعهم شحال جميل. نروحو نرمو عليها هذيك شوكولا نواغ، ماشي شوكولا اولي، باش يحكم روحو الكاناش. ومن بعد تيك نروحو نضيفو عليها الزبده اللي راح تزيد لها اللمعان. دوك تشوفوا القوام تاعنا، يعني قوام اللمعان تاع الخليط تاعنا شحال يكون شباب. محتاجناش ميم با ان نديرو له البغا ميكسور ونميكسيوه. هاد الكاناش تقدروا ديروه في اي نوع من انواع لي غاتو بريستيج، وما تخافوش ما يخسر لكمش. بعدا في فصل الشتاء يقدر يقعد لكم حتى 15 يوم ما يصرالو والو برا. نروح نعمر هاد القلوب. انا عندي قلب كبير، تسمى حبيت ندير لانسير تاعو بهاد الكاناش تاع القهوه. عمرت هاد المول تاع السيليكون اللي لازم يكون صغير على المول الكبير تاعي، ودخلته للمجمد حتى يجمد لي. يعني درت نهار من قبل، نتوما ساعه هكاك يجمد. دوكا راح نخدم الطبقه تاع البنيون تاعي اللي درت فيها. تحبوا الكاوكاو ولا الجوز؟ عندي كيله تاع الجوز، كيله تاع الكاوكاو، كيله تاع القفريط، وكيله تاع فرينه محمصه. لازم ديروا فرينه محمصه تنقص لكم الحلاوه. وعندي زوج مغارف تاع العسيله تاع الوجدان. العسيله هذه راح تعطينا بنه هايله، راح تعطينا البنه تاع البنيون الونسيان. وراح نديرو تاني الكراميل باش نعطيلو تاني نكهه الكراميل. بالنسبه للكراميل انا درت نيسلي كراميل، عنده بنه سبيسيال نيسلي. تقعدوا ديروا الا ما كفاكمش النيسلي تقدروا ديروا غير شويه نيسلي وتكملوه بالعسل كيما حبيتوا. ليسونسيال الخليط تاعنا نحتاجوه جاري، لازم يكون جاري كيما هكا راكم تشوفوا. وإلا نشف لكم زيدوا ديروا له، زعما كي تكونوا حين تخدموا لقيتوه ناشف زيدوا ديروا له نيسلي ولا العسل. دوكا راني رايحه ندوب الوجدان اولي باش ندير هذوك كلاصاج تاع ليمول تاع السيليكون. شفتوا كيفاش خرجوا يبريو؟ اختاروا نوعيه جيده تاع الشوكولا باش يجيكم الكاطو تاعكم شباب ويبري. بالنسبه للمول تاع السيليكون هاوليك اللي درت به انايا بالعاني، جبت لكم تشوفوا كاين زوج انواع، كاين هذا وكاين هذا. يعني كاين واحد يجي غالي، كاين واحد يجي رخيص عليه شويه، كاين واحد يعني رقيق وواحد خشين. نتوما ديروا باش حبيتوا. وريت لكم بلي يخرجوا نفس الشيء. وفي زوج براتيك في الخدمه. شوفوا كي تكونوا تطاليو ديجا شحال ساهل، تري فاسيل، ما في ماشي طروادي. انا نحب لي مولي ماشي طروادي صح يخرجوا شابين، مي بزاف صعب في الخدمه. يخرج شباب وثاني الحجم تاعو متوسط، ما هو صغير ما يقنعش وما يعمرش العين، ما هو كبير. انا الا شفتوه صراحه والله ما راني زعما نزيد عليها، الا شفتوه في المارشي غير شروه. كيما شفنا درنا عمرنا المول تاعنا كامل. درنا الطبقه الاولى دخلناه للمجمد. هنا درت الطبقه الثانيه، لازم يكونوا طبقتين. ما بين كل طبقه دخلوها للمجمد مده 5 دقائق وتعاودوا تطالعوا الطبقه الثانيه. بعد واش تجوا ديروا الطبقه تاعكم تاع البنيون كراميل اللي يكون جاري ضروري. شوفوا انا مول الاول ما درتلوش كراميل، مول الثاني قبل ما ندير القلب درت له شويه كراميل من تحت وغلقت عليه. وبعد ذلك مور ما نكمل نغلق عليهم كامل، نخلي مسافه شويه من الفوق باش كي ندير الشوكولا لازم نغطي عليها بالشوكولا. لازم الكاطو تاعي يكون من الفوق شوكولا ومن تحت شوكولا، سورتو في فصل الصيف لو كان يعني تكون شويه سخانه وما يكونش مكوفري من تحتها بشوكولا. راح يطلق لكم الزيت على لي كيسات. تما لازم في اي كاطو ديروا الطبقه هذيك العازله اللي تكون عازله، يعني بين الكاطو من الداخل ولي كيسات. انا ما حبيتش نحط تحت صابلي ولا اي حاجه، على خاطر بنيون كما تعرفوا ماشي لازم ديروا له حاجه قاعده ولا. سورتو كي يكون مول تاع سيليكون شباب ما يحتاجش انكم ديروا له قاعده، ويكون الحجم تاعو يعني مليح، ماهوش صغير بزاف، راهو متوسط بيان. انا عجبني. تحبوا نتوما ديروا له صابلي من تحت وتلصقوه معليش. مرة درت هذيك طبقه تاع الشوكولا دخلتها كيف 5 دقائق واحد اخرين. ما تكتروش، هذه ضروري نقولها لكم.
الكاطو تاعكم ما لازمش يطول في الكونجيلاتور، قد ما يطول في الكونجيلاتور قد ما تروح له لا بريونس. دائما نعطيكم هذا النصائح. والنصيحه الاخرى اللي دائما نقولها ونعاودها، المول تاع السيليكون تاعكم لازم يكون نقي مغسول ومنشف، ماشي غسلتوه نهار خدمتو به وخبيتوه مغسول، لا تعاودوا تغسلوه وتعاودوا تنشفوه وتعاودوا تخلوه قبل ما تبداو كامل الوصفه، لازم يكون ناشف تماما سينون نشفوه بالسشوار. فوالا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. يعني كنت تتخذوا كامل النصائح تاعي راح يخرج لكم هكا يبريي، راح يخرج لكم هكا شباب، وراح يعجب كامل افراد العائله تاعكم، صدقوني على خاطر بزاف بنين. انا ما حبيتش نديروا لي كيسات باش تشوفوا لي ديتاي تاعو، بصح من بعداتك انا درت له لي كيسات باش نحافظ عليه. قلت لكم مي بصح انا توجور نحب نبريزونتي لكم الحاجه، ما نحبش ندير لها لي كيسات ابار الا كان صابلي عادي، الا كان مول سيليكون نحب نوريكم لي ديتاي تاعو. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، واستنوني كما العاده في فيديوهات جدد ووصفات جديده. وهاوليك الكاطو كيفاش يجي من الداخل، هذا المول الاول اللي ما درتلوش كراميل من قبل ما ندير القلب، شوفوا هكاك وشوفوا شحال طري وشحال جا لامع. وهذا الثاني اللي درت له الكراميل، شوفوا كيفاش يجي من الداخل.